هو ليه وانا ماسكه الكوبايه دي المعلقه بتسخن والكوبايه بتسخن وايدي كمان؟ تعالى اقول لك السبب. بص يا سيدي، احنا في منهج سنه 6 عندنا سر خطير اسمه انتقال الحراره. الحراره دي عامله زي الشخص اللي مش بيطيق يقعد في مكان واحد، لازم تتحرك من الجسم اللي طاقته عاليه للجسم اللي طاقته اقل. وعشان الحراره دي توصل لك عندها 3 طرق اسرع من الدليفري. اولا التوصيل، وده بيحب المعادن زي المعلقه اللي سخنت في الشاي. ثانيا الحمل الحراري، وده بتاع السوائل والغازات زي الميه اللي بتغلي في الكتل. اما ثالثا الاشعاع، وده اللي بيخلينا نحس بدفى الشمس وهي بعيده عننا بملايين الكيلومترات. يعني من الاخر الحراره دايما ماشيه ورا مصلحتها، وبتتحرك من السخن للساقع لحد ما الكل يتساوى، وساعتها بنقول حصل اتزان حراري. انا عملت لكم مراجعات قويه جدا على اليوتيوب شرحت لكم فيها كل فتفوته في المنهج، وطبعا بالرسم والتجارب والاغاني اللي تخليك تدخل الامتحان وانت حاطط رجل على رجل. المراجعات دي هي الخلاصه اللي بجد هيفوتك كتير لو ما شفتهاش. اللينك في اول كومنت، روحوا هناك وسيبوا لي اي سؤال واقف قدامكم وانا هرد عليكم بنفسي.